اللقاء الأول والثاني لم يكن أحد يتحدث عن مازا. نحن كجزائريين نعرفه جيدا، لكن المنافسين يركزون دائما على رياض محرز بما أنه الأكثر شهرة في المنتخب الجزائري. الآن يتحدثون عن مازا. أخشى ما أخشى أن يفعلوا خطة لمحاصرة ومراقبة مازا. هضرنا قلنا بلي اي نتيجه سلبيه تغطي كلش. الخساره ما حتى بالك داروا دي سيكونس الماتش ولا دي صوالح الناس اللي تتبع الفوتبول كذا تنوطيهم، مي حنا كي تكون النتيجه كل شيء يتغطى. نعم. معظم من اللاعبين اللي نقول مبروك على المنتخب الوطني، لاعب كيما هذا مستقبلنا راح يكون ما نقولش ميسي وذا، بصح يكون من لي ستار تاع لو موند. نعم. تشوف لو ستيل تاعو. انا نقول لو كان لي زاتاكون تاعنا يتبلاصاو مليح ويلعبوا معاه يدير لابوي يقدر يدخل بها حتى الجول. تشوف لا فيزيون عنده كيفاه يسكاني لا باس لو دريبل، عنده امور ايجابيه. انا نقول وزيد اون بليس قلت اكثر من 7 لاعبين و8 يلعبوا في البطوله الالمانيه ولا 15 فوالا. واش هو في البطوله الالمانيه سهله يدريبل تاعو سهل فاسيلمون يدريبلي. هما شويه يتكلوا بزاف على لو جولون فيزيك ولي بالاريان. انا نقول باللي ماهوش غلط المدرب النمساوي. مازا راح يكون الحل ان شاء الله في المقابله هذه. إذن نصل الآن إلى التخمينات التكتيكية وكيف سيلعب كل مدرب، ونبدأ بمنتخبنا الوطني الجزائري والاحتمالين الأقرب للتحقق خلال المباراة. احتمال 3-5-2. أريد أن أشاهد الصورة وبعد ذلك سأعطيكم بعض الأمور التقنية والتكتيكية لماذا يمكن أن ندخل بهذه المواجهة. إذن ممكن جدا أن نشاهد المنتخب الوطني الجزائري يستعين ببلعيد لدعم لاعبي وسط الدفاع بن سبعيني ومندي. لماذا؟ لإحداث أكثر قوة وصلابة في وسط دفاع المنتخب الجزائري. تلقينا العديد من الأهداف في هذه المنطقة. إذن من الضروري إشراك مدافع آخر من أجل حماية هذه المنطقة، وكذلك لتحرير بالغالي وآية نوري. إذا لعبنا ب3 مدافعين في الوسط سيتحرر آية نوري وبالغالي. لماذا يتحرران؟ من أجل تزويد بنبوعلي بالكرات الهوائية وإيصال العديد من الكرات داخل منطقة الجزاء لهذا المهاجم الذي نعول عليه كثيرا في هز شباك المنافسين. إذن ممكن سنشاهد المنتخب يلعب ببن سبعيني بالعيد ومندي في الدفاع، آية نوري وبالغالي على رواقين. في وسط الميدان بن طالب متأخر، شايبي ومازا كمنشطان للهجوم. طبعا مازا يكون متقدم على شايبي، ثم قويري قريب من بنبوعلي، لكن قويري يميل إلى الجهة اليسرى، بينما بنبوعلي ستكون له حرية التحرك في كل أنحاء الهجوم، سواء على الجهة اليمنى في وسط الهجوم أو حتى على الجهة اليسرى. ما رأيك في هذا التشكيل بن جابر؟ تشكيلة على الورق مليحة، ولكن مثلا شايبي مرة تلعبوا على الجهة على كجناح ايسر، مرة تجيبوا لوسط الميدان، ولو انه يقدم مليح. ما نشوفش انه شايبي يعاون بزاف مازا، دليل انه في اللقاء الماضي شفنا مازا وكانه منفصل عن المجموعة وحده، يحاول دائما بمجهودات فرديه، ما عندوش واحد يتكى عليه يلعب معه في وسط الميدان. كنشوف بوداوي مكان شايبي في هذا الخطة. حتى بوداوي ما يساعدوش. حتى بوداوي ما يساعدوش. من يساعد مازا؟ انا اعتقد انه راح يحافظ على خطه 4-3-3. سناتي اليها. نعم. سناتي اليها. اعتقد انه سيلعب بهذه التشكيله. انا شق نقول هذه هي السلبيات لما تبني ما تبنيش فريق، تبنيش تشكيله اساسيه وسيستم دو جو. نعم. فهمت؟ لما احنا نطرق نبدا واحد يقول لك نلعبوا ب3، واحد نلعبوا ب4، واحد ب5. لما يكون عندك تشكيله فريق ما تلقاش هذو المشاكل. هنا وين يدخل الشكل الفريق. نعم. هنا يدخل يبداو يوصلوا، لانه نقول هذا مدرب عالمي خدم في فرق كبيره في البطولات ولا في لي ناسيون. انا نقول باللي كما قال لك امين راح يخلي نفس النهج التكتيكي ب4 مدافعين. مشات له في جزميته مع الاردن وين دار سنتينال اللي نسيس وحده افيك دو. في نهايه مباراه الاردن شاهدنا بالعيد يدخل لدعم الخط الخلفي. كل مدرب وقراءته، وكل مدرب كاين اللي يخاف يبلع،
كاين اللي ما يخافش يزيد نوتر اتاكون يبلوك ليكيب هذيك في لازون تاعها. حنا الفريق الاردني صاير كوير بدنيا حتى من الناحيه النفسيه راح. نعم. زدنا حنا وتوخرنا دانكرو رجعنا بزاف للخلف اللي خلينا المبادره منه من اجل هجمه ماركس. هي كونترا نورمالمون ما يكونش تغيير هذاك، يخلي النفس ويزيد يرونفونسي ميليو تيران نزيدوا نبلوكي ليكيب في لازون تاعها. انا نقول قلت لك لما يكون عندك دفاع صلب وقوي ما يغلطش تلعب بربعه، بصح لما يكون عندك الشك راك تدخل تقول نزيدوا نوتر ديفونسور، راك ديما تحوسوا ولا تقول لا لقينا 4 أهداف في مباراتين. نقدر بخمسه. لقينا 4 أهداف في مباراتين. نقدر بخمسه نونكيسيو. بخمسه نونكيسيو. هي قلت لك الدفاع لما كل كتله هذا الخلل. لا هي الكتله لما كل كتله تدافع ما يكونش فراغات في وسط الدفاع في وسط الميدان والمهاجمين يعرفوا لو بورتور دو بال هذاك يبلوكي وما يديرش لافونس، ثم ما يكونش كاين اخطاء دفاعيه. ميدو انت بدون شك تختلف معهم، كنت منذ البدايه تطالب باشراك ثلث ميدو خمسه 3 الظهور هكذايا. خمسه سي 5 ديفونسور هذوك ثلاثه ولي دو البلاسمون تاعهم دو سي دي بيستون بيستون وين البلاسمون تاعهم في الناحيه الدفاعيه. كي تباردي لاباط خمسه يوليو سور لا ميم لين خمسه. ولا تقدر ولا تقدر ديكالي بالسبعيني ويكون ايت نوري هو الرابع في الوسط. نعم لا خمسه معليش هذا امر تقني. انا نفضل هذه الطريقه افضل. اولا المنتخب النمساوي منتخب ممتاز جدا في الكرات الهوائيه وفي الكرات الثابته. واحد باش تلعب الكرات الثابته وانت عندك مدافع واحد يصلح في الجو ايريان اللي هو بن سبعيني وياخذ يراتيسي كاع لي بال. نو انا شتروف كو من الافضل يكون بن سبعيني مع بلعيد في الكرات الثابته سواء الجهه اليمنى الجهه اليسرى في المخالفات ولا في الركنيات. ابخي كي يكون عندك رامي وزينو في تقدر تيتيليزيهم سا ديبو حنا كيفاش نديفونديو باسكو نخدموا لا زون ولا نلعبوا ميكست ولا اوماهم يعني رجل لرجل ولا دفاع مختلط ولا دفاع منطقه. هذه اساليب دفاع مختلفه المدرب يعرف هذا الشيء خير مني مختلفه. لكن دو جوار ملاح في لي بالاريان وتزيد معاهم بنبو عليه اللي تقدر ديروا اوطون كو اوم ليبر في لي بالاريتي غوش دروات بريمي بوطو ولا في منتصف المرمى يدي ما شاء الله يعني بنبو عليه عنده الكاباري مليح اوفونسيفمون ديفونسيفمون براسي يدي لي بال دونك يل بو توفري اون تروازيام سوليسيون انك لي دو ميور جوار تاعك في لي بالاريتي الا حاب تخدم لا زون زي الا حاب تخدم لهم اوما اوم تدي لي ميور جوار تاعهم في لي بالاريان ديجا تا دو بالعيد زينو يدي واحد ورامي بن سبعيني يدي واحد وعندك بنبو عليه يقدر يكون ليبر يقدر يكون ايكرون ثاني يقدر يكون في لي فاز اوفونسيف يدي لك ثاني في لا زون ديالك باسكو حنا ضد المنتخب النمساوي ضد المنتخب الاردني سجلنا كرتين ثابتتين وجود 3 لاعبين حتى لقطه واحده اخرى اللي تذكروا ضد المنتخب الاردني اللي ضيعها مازا داخل سيما ترسامع ركنيه ملعوبه القائم الاول قطع زينو بالعيد في القائم الاول دار ديفياسيون دوزيام بوطو دينا ومن بعد لا دوزيام ميطون سيتي سا نوتر ارم كونتر لا جورداني لي بالا انت تتفق مع هذه الخطه شوف في لي بالاريتي في لا دونسيتي جوار في اللاكس. نعم كثافه لاننا احنا ثاني كيما المنتخب النمساوي نفس نقطه الضعف نعانيو في المحور. المنتخب النمساوي الا كان المنتخب النمساوي يعاني في المحور احنا ثاني نعاني في المحور 4 اهداف كلها في المحور. يبني في التشكيلات ولا البلاسمون ولا خطه الفريق الوطني على نقاط قوه المنتخب النمساوي. قال لك سي نيكيب اللي تلعب دوزيام بالون ماشي تبالو ماركي في لي بالاريتي تاعهم تو طون ما يلعبوش ديريكت يلعبوها اون دوزيام يلعبوا دوزيام بوطو باش تي ديفياسيون فوالا تو يشرش الله با يحوس دوزيام وحنا لو كاباري ناقص في ليكيب فوالا دونك اليوم قال درسنا المنتخب الجزائري جيدا ولدينا خطه من اجل ايقافه. قاسي سعيد توافق على اللعب ب3 مدافعين في الخلف ام لك راي اخر؟ كان واحد المدرب روغوف نعم الكره الثابته كان يخير اللاعبين اللي ما يعرفوش يلعبوا بالراس يديرهم في الماركاج. خليني نكمل ميدو يديرهم في الماركاج. نعم سمير اللي يعرف يلعب بالراس يقعد ليبر هو اللي راح يحوس على الكره ملاش انا نحوس على الكره انا ندير الماركاج نجيني لاتاكون هذاك وسمير اللي يعرف يلعب خير مني بالراس يقعد ليبر حر وراح يحوس على الكره. هذه الطريقه تسمى ميكس ميكس المراقبه المختلطه رجل لرجل والمنطقه. ولما يكونوا عندك لاعبين عندي الحق انا كيما روغوف لما يكونوا عندك لاعبين قصار في القامه مشكله حتى نعطي معلومه للمشاهدين حتى يعرف الدفاع اثناء الكرات الثابته فيه 3 انواع.
دفاع رجل لرجل، ان كل واحد تحطوا مع واحد، يعني كل واحد مسؤول على زميله. هذه الطريقه الاولى. عندك دفاع المنطقه، انه ما فيش مراقبه رجل لرجل، وانما ندافعوا في المنطقه. هذه كان يديرها فريق نابولي كثيرا. لماذا؟ لانه لاعبيه كانوا قصار القامه. لما يكون عندك لاعبين قصار القامه ما تقدرش تعتمد على الدفاع رجل لرجل، وانما تدير دفاع المنطقه. وكاين اسلوب ثالث او نوع ثالث هو الدفاع المختلط. كاين لاعبين كما قال لك قاسي سعيد تكلفهم بالمراقبه الفرديه، وثلاثه او اربع لاعبين اخرين تخليهم احرار، هذوك اللي يكونوا طوال القامه، باش يبحثوا عن الكره من اجل اخراجها. نزيد معلومه بسيطه فقط قاسي سعيد. وكاين ايضا ماركاج سبيسيفيك او الدفاع الخاص جدا، تستعملوا لاعب مع لاعب طيله اطوار المباراه. مثلا تقول البنبوعلي مثلا، بنبوعلي اذا كان دخل اساسي تقول له في جميع الكرات الثابته تدي هذا تدي صابيتزار مثلا، تمشي مع صابيتزار في جميع الكرات الثابته. يعني طيله اطوار المباراه كل ما تكون كره ثابته للمنتخب النمساوي انت تمشي مع هذا اللاعب. هذا يسموه المراقبه الخاصه اثناء الكرات الثابته. انطاش في الفيسيير. نعم. باغ اكزومبل في البالاريتي قال كورنان البلاسمون تاعك حتى هنا، بوتو هنا، قال باغ اكزومبل نيميرو 18 كي يديه انا نديه. كل واحد عنده لاطاش تاعو. محمد، ما انت تكلمت على اللاعب القصير. قصير ما يعنيش ما يعرفش يلعب. صحيح، كاين اللي قصير ولكن عطيك مثال ثاني تاع بن بوالي مع شكون اللاعب هذا؟ عطيك مثلا صابيتزار. يعرف يلعب مليح بالراس. صابيتزار طبعا. علاش ماشي انا اللي نحكموا اللي ما نعرفش يلعب بالراس؟ انا اللي نحكموا نديروا له الماركاج انديفيديوال، نجينيه ونخلي بن بوالي هو لا تشيرشي يحوس على الكره. علاش ممكن؟ نعم. ومن بعد هذيك نديروا الماركاج. على ثلاث مدافعين قاسي سعيد. لا شوف، انا ما راحش نشوف باللي بيتكوفيتش حيغير الطريقه تاعو.